ذكرت ربي بنعم الباري والليل دار بلا إباري ذكرت ربي بنعم الباري والليل دار بلا إباري ذكرت ربي بنعم الباري والليل هداني الله مع الأذكار بلا معاداة ولا إنكار رديت عن رب الورى الخبار وكان لي في الليل والنهار ربي يا رب العرش في الإجار واسعة بلا امتحان مدده بالسر والجهار بموجن البول والأنهار ضيافة الإله والمختار ليتوجه بلا استدار الحمد لله على الأسرار زاد وبدل بلا إزار ناجيت قبل بلا إدبار يسر والعلن نعم الباري واليت ربي بلا إدبار يسر والعلن نعم الباري واليت ربي بلا إدبار بسر والعلن نعم الباري لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في برايا صمدي مد لنا الإسلام والكفر معا وبالنزيهة لكل سماء يقود بالظاهر والباطن من أداه لله في كل زمن خدمته عن الغيوب أسبا والاستقامة وصفا وهبا بيبان كون المصطفى رئيسا لكل من خطب نوره قل قدماه فوق كل رحبا منه سار غر كل من غبا محمد مثاله لم يأتي فيما مدى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثله فمثله لم يرد له زيادة له البراءة يوم ألست ولد الصفاء هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل براه البديع من غير جمال وزانوا قدوس عن غير كمال كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد
خير الورى المختار إن صمدي حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل السباع والدواء حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل السباع والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث استطاع مرض يبرأ بلا بد وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي الغلاء محتاج ذو أصحاب الصفاء هذا وإني يوم ذو الأوجاع مبتغيا قول المجيب داعي وأشتكي إليهما من الضرر عن مسني حتى أراني مقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا وامي إيمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النعم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الإسلام على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الورى يا سافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تؤمنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان السر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البول وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل السكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم خوف الحزن ناجلا ونجيهم وعافهم وتوبهم ولا توائسهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لدوم يسروا قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أبداهم لأخبر الخبائح ولا تؤاخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب خلي قلوبنا عن الغيوب يا الله يا مقلب القلوب خلي قلوبنا عن الغيوب وأغننا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أقلا ونفا ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم في غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع زاهدين نازلين واجعل جميع نازلين صادقين واجعل جميع صادقين فارزين وأهلنا يا ربنا بالخدمة بالمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم بنا أذى وديرا وأهلنا بحبهم لوجهك وأهلهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة اليوم سداد نسبي واجعل لنا هنا وعنا عزا زاهدة تفضلا ونهزا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التغاب من بلا سفاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوازن بلا تنازع ولا تقاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباعد ولا تنافر حتى نسير المسلمين قاسين والمؤمنين مخلصين صالحين
واغفر لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين خير عافية وقم وخذ وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام إن الممات وعدا يوم القيام بجاه خير من سفى الأمراض ووهب المرغوب والأخلاق محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأبراد والأصحاب وصليا عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أبلغ المقبول بالدعاء ووفي المريض بالشفاء وللنازم أيضا زادوا الله شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داء فلا تبارك من لبس الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وانسا تنسبا وفلا بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى